هذا طول اعماركم فيه. طبعا الكلام هذا يجي 30 سنه على بتبين في السالفه من موديل السياره. ما بعد جت الجوالات. ولدي شباب توهم توظف وما شاء الله طالب علم وعليه سيما الخير، واه فاز. قال باخذ لي قرض اول ما توظف، باخذ قرض وبتزوج. ما في راسه دوري لي يمه بنت حلال. قالت ان شاء الله. دورت له والله بنت هكا الاجواد اللي ما شاء الله لا اله الا الله، بنت مجملها ربها. يكلموهم وزانت الامور. رح شفها، راح شافها. يوم شافها ما شاء الله لا اله الا الله، يوم انشرح صدره لها وهي مثل دلوا يتبادلون الابتسامات في هالنظره الشرعيه، وسبحان الله الف الله بينهم. هو ما عاد وده يطلع من البيت، هي من الوناسه. وترى هذه من النظره الشرعيه فعلا، يعني تنبيه للشباب. يجوز اللي راحت معها وهي شرعيه؟ لا عاد مو بعد تفلها مره، بس إن إذا صار نفسك تتوق للجلوس والحديث معها ولا ودك ينقطع هالمجلس، افترها ان شاء الله علامه خير. ولكن لو صرت تنفر، لا ان شاء الله الخير بيد الله. الحاصل الرجال قال انا ان شاء الله متوكل على الله. قال عمه استخر الله وانا ابوك وان شاء الله خير. راح واستخار الله، اتصل عليهم يومين ثلاث، قال ان شاء الله متوكلين على الله. والبنت ايش تقول؟ قالت تقول ابي ما يخالف، توكلين على الله ان شاء الله. اي زانت الامور. الابو حبيب وهادي ويبي ما تمم الموضوع، ويبي على كلامنا الاول على الزواج واعانه على ستر بنيته وكذا. يا سلام. وده ييسر الامر مره، لكن الام والله ميب بالحين. اي شايفتن في روحها شوفه، وبنات انهم مزايين وانهم يدورون وان يخطبون، وهذا مو على مستوى. يعني تسنها شوي. هذا توهم تعين مدرس وكم راتبه ومتى بيزيد راتبه ونبي واحد يعني تسنها ما رضت بالحين. لكن الابو قال لا، اجودي وابن حلال وقدامه مستقبل، واهم شيء انه نرضى دينه وخلقه. يا سلام. اي والله الوليد معه مبلغ لا باس به. قال يا عم كم تبي مهر؟ قال والله عطنا مثل اللي يعطون الناس، ولا عمك لا تكلف على روحك. قال جزاك الله خير. عطاه قاسمة الله وزانت الامور. تملك الولد، ما شاء الله. جاب طقم ذهب للبنت وجاب طقم لامها بعد يدور الستر الاجودي. عطمها اللي ما تبي. اي دار انها بتجي تسلم يا مال العافيه ما قايلين. المهم جت وسلمت الام. قالت شف عاد، اول شيء مبروك والله من غير نفس. قال الله يبارك فيك جزاك الله خير. قالت شفت ترى فلانه غاليه ولا هي بقل لنا خواتها، وحنا بناتنا معروفين ونظامنا معروف، الله اكبر. وترى ابوها يعني رفق عليك شوي في المهر وكذا. يقول تقدير ظروفك، لكن عاد باقي الامور عندي. هذا الدموع. اي ايوه. ها سمي يا عمه وش تامرين؟ قالت بناتي يتزوجون في الفندق الفلاني. ها؟ بناتي زواجاتهم في الفندق الفلاني. في الفندق. قال عجيب. قالت نعم، وترى الذهب تجيبك كذا، والهدايا تراها خواتها ماخذين كذا، والحفل يحط كذا، واللي ما ادري وش من الفرقه كذا. جابت تكاليف ما انزل الله بها من سلطان. نعم. قال الولد خير ابد، اللي تبين يا عمه اللي تشوفينه. ايوه. تامري انت فصلي وحنا نلبس كلنا عيالك الله يحفظك. نعم. قالت ايه بارك الله فيك يلا اجل خليكم مع السلامه. طلعت. ايه جلسوا واحتفل الوليد والبنيه ومبسوطين ومستانسين. البنت مستحيه من حت يمها، عارفت ان الرجال يعني يبين انه ما هو ذاك المقدره، حتى مو ما له منطق. وش اللي فندق وحفل للرجال وحفل للحريم وما ادري. وراي صرت مثلك انا قلت ايه يعني مو ما تصلها. ايوه. فقال لا ابى اتصرف ما عليك. المهم يوم هم تملكينها الحين حرمته. يوم خذوا يجي لهم 5 أيام ويروح يدوج في المعارض، وله توه نازل كابس موديل 90 الله على عزه ابو تنده بيضه ذاك. والله يوم تلبيسه ذي الله فيه المدوره ذي فتحه. اي على جنب 90 اي ربع تنده يجي ابيض تو جديد 90. باقي شوي ويصير سفينه. هو يمكن يدخل بحر ذاك الكابس. اي لا قبل الصابونه اللي اخر قبل الصابونه نهايه الكابرس. الله كبها برقها امسك بخاطر برقهام رحم الله والديك. وياخذ الطعم. يوم ناظر ولها ب 90,000 يوم ناظر هو مر الفندق قالوا التكاليف 45,000 والرجال والحريم مثل ولها بطقطق حول 100. قال لا الموتر الزم.
والله طق الكابرس جديد، ويروح لبيتهم وياخذ شنطته ويحطها في شنطة السيارة جديد ويشيك عليه ويزينه ويضبطه ويغير زيت الوكالة ويعبيه بنزين ويمر بيت أبوها والبقالة ويدق ما بعجة الجوالات، دق على رقم البيت لها الساعة 11 ونص 12 ماخذ حرامه وشنطته ويدق على البيت سلام وترد العمة ولهم نايمين 12 إلا نعم. قال السلام عليكم، قالت نعم عليكم السلام. قال يا عمه انا فلان. قالت وش متصل تبي هالوقت؟ لا حول ولا قوه. قال لا بس ابي العم الله يجزاك خير، ابي عمي الله يجزاك خير بكلمه بس كلمتين مهمه. قالت خذ. ماشي ما يبغى. رد الرجال سم يا ولدي سم. قال يا عم باختصار انا خاطب بنت رجال ولا بنت مرأة؟ ايوه العلم مع الرجاجيل في بيتكم ولا مع الحريم؟ دمية القصة. اخلص علي اقدح. يكفي الأوقات. قال قفلت مع الرجال. وش رايك بس انت وش تبي؟ قال انا رحت وسعرت ولقيت ان الفنادق بتاخذ درهماتي كلها والقرض اللي بقعد اسدده 5 سنين ابى اعطيه فنادق في ليله واحده بنفضه. نعم. وبيستانسون الناس وانا اللي بتكبد الخسائر. وهالحين طقيت لي كابرس جديد وحرامي وراء وانا باذن الله رايح المكه. اما عاد بنتك معي وابرك الساعات وهذا اللي انا بيه وترى جنب بيتك، ولا والله توكلت على الله ورحت لحالي وخل بنتك عندك. قال لها الحين قال سم ابشر هالحين انزل لك هالحين. الحين انزل لك. اي قالت الحرمه ايش عنده ايش يبي توالي ذا اللي يقول؟ قاعد تحلي يبي عقد النكاح ما ادري ايش يقول بيراجع المحكمه ما ادري وش يقول. وهم في الليل. زين الرجال يا حلو سد الليل. هالشباب الله يهديهم ما بروح اعطيه عقد النكاح بس وما ادري وش بيراجع باتر اوراق ويطلع كرت عائله وما ادري يروح للبنت واطلع وصك باب غرفته يروح يطق البنت. قال البسي عباتك. يلا. قالت وين؟ قالت بس قال قريب بس بنا قريب. يوم لبست عباتها حول اليوم جاء في حوش البيت قال شوفوا وين ابوت انا زوجت رجال كفو. نعم. بيضي وجهي وهذا هو بتروحين انت وياه المكه. يا سلام. خرابيط عرس فنادق خراط امك ذا كله ما يصلح لي انا. نعم. الى جيت بحط لك مناسبه عليها القيمه في بيتي والله يحيي رفيقاتك وربعك وقعدك وقضينا ونعم. في الحين توكل على الله ياخذ عمره والله تركب معه ويروح. يوم اصبح وباتر يلا الخير بنتي ما في البيت. قال لي خابر وين بنتي؟ قال بنت حمده تطوف هالحين. وشلون وش العلم؟ قال قول لي لا اله الا الله انا اللي انا ابوها. نعم. وانا رايح مع رجلها في حلال محلها الله. يا ربي لك. اي والله يوم جاء العصر لهم يتصلون من مكه. قال انسانها مستانسه الحمد لله هذا اللي نبي. اي والله الفنادق مي بتسعد. نعم. اللي يسعد الزوج الصالح. نعم. يوم دقت ها هنا ابوك تبين فندق تبين؟ قالت خرطي فاضي اذا كله ما له لزوم يا ربي لك الحمد احنا مستانسين. يا ربي لك الحمد. الحمد لله. اي والله اللهم لك الحمد.